السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوران التي تغنى بها الدكتور عطل الرمحين، دكتوري في الجامعة، اللي بال2003 بإحدى المحاضرات تغنى بحوران وقال يا شباب يا صبايا تخيلوا إنه في قرية بحوران بالريف الشرقي من حوران دلم 1000 متر مربع زرعوها مناسف. تغنى بكرم حوران دكتوري الدكتور عطل الرمحين، وأذكر اسمك وأنا أطاطي رأسي خجلا يا معلمي، ويا من شذبت استطالة قلمي، وعلمتني من أين يبتدئ المقال وأين ينتهي، ولي الفخر وكامل الفخر أنك صديقي على الفيسبوك دكتور عطله، والدكتور يحيى العريضي، والدكتور أميمة عراوي، والدكتورة بار عشقير، وتطول قائمة من أباطرة الإعلام في بلدي. وأنا قبل يومين لما كتبت على صفحتي الشخصية على الفيسبوك مخاطبا القيادة السياسية متمثلة برأس الهرم السيد أحمد الشروع رئيس الجمهورية العربية السورية في مرحلتها الانتقالية بضرورة عزل أو فصل أو تنحية وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ما كتبتها عن عبث، كتبتها لأنه هذا الزلمة عبارة عن بنك أخطاء أو عثرات متنقلة، ويا ريت أخطاء أو عثرات مثل اللي كنا نشوفها بباب الحارة بمسلسل جميل وهناء، أخطاء وعثرات وجودية، أخطاء وعثرات تمس الأمن القومي السوري في الصميم، أخطاء وعثرات مختلفة سياسية اقتصادية ثقافية اجتماعية معرفية عقائدية دينية إعلامية، أخطاء وعثرات تساهم في تأليب الشارع السوري وزيادة انقسامه مع أنه منقسم على نفسه بدون هالواسطة هاي. لسنا بمعرض ذكر أخطاء السابقة ما شاء الله اللي صارت بالجملة، لكن تابعوا معي هالفيديو الجديد اللي تسرب، لا ما تسرب، الزلمة طلع بيحكي بصريح العبارة. تفضلوا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. من بعد مقابلة اليوم كثير من أصحاب رؤوس المثلثة والعقول المسطحة سيحاولون الاصطياد في الماء العكر ويقولون محمد ياسين يتكلم عن الثوار وما إلى ذلك. أنا فقط أحب أن أوضح في هذا المقطع أن الثوار الحقيقيين الذين جاءوا من الشمال وحرروا هذا الوطن بفضل الله سبحانه وتعالى كما قلت في المقابلة، واجبنا أن نشمر ونعمل معهم ولن نوفيهم حقهم. أما أصحاب الرؤوس المثلثة اللي حاسبين أنفسهم على الثوار ومعطين لأنفسهم صلاحية منح سكوك الوطنية، فهؤلاء نريد أن نقول لهم زمانكم ولا، لا نريد منكم لا حسن ظن ولا سوء ظن، نريد أن نقول لكم شيئا واحدا: زمن التشبيح ولا، والعبوا غيرها. بهالفيديو معالي وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ولاحظ انه بعدني بقول لك معالي وزير الثقافة بفرز الثوار وبيقول انه الثوار الحقيقيون هم الذين اتوا من الشمال او الذين كانوا بالشمال، ناسفا منظومة ثورية اكتسحت الشارع السوري من اقصى لاقصى، ناسفا حمص عاصمة الثورة، ناسفا الغوطة، ناسفا درعا، ناسفا السويدة، ناسفا القنيطرة، ناسفا الجزيرة الفراتية، ناسفا كل سنتيمتر ثارة على منظومة الطغيان، منظومة بشار الأسد وزبانيته. أنا هون كونه ابن درعا والله حاب أسولف شوي عن درعا يا جماعة الخير، لأنه أنا ظالم درعا بعدم ذكرها أو ظالم حوران بشكل عام كمصطلح شمولي أوسع. فكثير أنا بشوف على صفحات الحوارنة وغير الحوارنة محاولة حصر حوران بالمليحي وبالمجوز وبأحمد القسيم. هل تعلم عزيزي المشاهد والمستمع أن قبر النبي أيوب عليه السلام وقبر النبي ذو الكفل عليه السلام موجودان في قرية الشيخ سعد في حوران؟ هل تعلم أن المؤرخين وثقوا وجود قبور لأكثر من 12 رسول في محجة؟ هل تعلم عزيزي المشاهد أن أكثر كتاب يتم طباعته بعد القرآن الكريم هو كتاب رياض الصالحين الذي ألفه الإمام النووي ابن مدينة نواه الله يرحمه؟ هل تعلم أن كتاب الأذكار اللي الشوام بيقولوا بيع الدار واشتري كتاب الأذكار ألفه الإمام النووي؟ هل تعلم أن أهم مفسري القرآن الكريم أو أهم تفاسير القرآن الكريم هي للإمام ابن كثير، وابن كثير هو ابن مدينة بصرة الشام في حوران؟ هل تعلم أن الإمام ابن قيم الجوزية من إزرع في حوران؟ هل تعلم أنه بحوران يوجد عشرات المحدثين على رأسهم الإمام أبو إسحاق الأذرعي من درعا؟ هل تعلم أنه الخليفة العباسي المعتصم لما أشاروا عليه المنجمين أنه عدم فتح عمورية قبل نضج موسم العنب والتين، قبل ما يجي يعني شهر 7 و8، كان لشاعره حبيب بن أوس المكنى بأبي تمام الطائي رأي آخر، حيث قال له قصيدة مذهلة يعني جميعنا يحفظ مطلعها: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. هل تعلم أن الشاعر حبيب بن أوس المكنى بأبي تمام الطائي هو من درعا من مدينة جاسم؟ هل تعلم أن الذي أفتى لقطز بقتال المغول في معركة عين جالوت هو العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام مواليد درعا البلد تحديدا؟ هل تعلم أنه الشاعر الأردني مصطفى وهبي عرار تغنى بحوران وقال:
بحوران اجعلوا قبري لعلي أشم أريجها بعد الفناء. ولك أجمل بيت قيل بوصف العيون، قيل بامرأة حورانية: لا السيف يفعل بي ما أنت فاعلة، ولا لقاء عدوي مثل لقياك، لو بات سهم من الأعداء في كبدي، ما نال مني ما نالته عيناك. لم يكسر للآن، ما قيل أجمل منه. هل تعلم أنه اللي أنقذ أوديسا عبر ودعم صناعاتها ضد الغزو الروسي، أوديسا المدينة الأوكرانية، باختراع من الحديد سمي بالقنافذ، هو الدكتور عدنان كيوان رائد صناعة الحديد الصلب في أوكرانيا، وهو من طفس من درعا. هيا سولفنا يعني قليلا عن تاريخ حوران العقائدي، ما بدنا نسولف عن السياسي، وكلكم تعرفوا أنه حوران كانت حوامل الدولة، وكانت خزانها السياسي، وكانت خزانها الاقتصادي. لما بيجي الوزير محمد ياسين الصالح الذي أنا للآن أكن له الاحترام، وبيقول أن الثوار الحقيقيين ما بدر الحقيقيون هم اللي كانوا بالشمال، هم اللي حرروا سوريا، فهذا يعني منافي لدماء يعني مئات الآلاف من الشهداء. والله إنه شيء معيب، أقسم بالله العظيم إنه مخزي هذا الفرز. يعني يا معالي محمد ياسين الصالح، اطلع من هالفرز اللي أنت عايش فيه، وإذا ما اطلع من هالجو اللي أنت عايش فيه يا ابن الحلال. درعا يا جماعة الخير، درعا بأول 5 دقائق من عمر الثورة السورية، أول 5 دقائق سقط بها أول شهيدين، هم العياشي والجوابر الله يرحمهم. وفي دفنهم ثاني يوم السبت 19/3 قتلوا 11 من جنازتهم أو 12، يعني قتلوا القتيل وقتلوا جنازته، شهداء أبرار. درعا التي كانت مكة سوريا للتغيير السياسي ولا تزال درعا للآن. حوران التي عرفها القاصي والداني بأنها مكة التغيير السياسي في سوريا سابقا وحاليا ولا تزال. حوران إن قالت لا لا لا، فإن لاءات حوران غير باقي اللاءات، مع احترامي لجميع جغرافيا الوطن السوري. حوران بال2011 يا زلمة بلدات حورانية لا يتعدى عدد سكانها 2000 و3000، كان يذكر اسمها بالكرملين والبيت الأبيض وكبرى إمبراطوريات الإعلام. حوران لا يجب تهميشه بهالشكل يا معالي محمد ياسين الصالح. يعني يا زلمه شو بتسولف انت قاعد؟ شو يا زلمه انت ليش تقلب الشارع؟ ليش بتضايقنا يا ابن الحلال؟ طالع لي بسياره يا زلمه جيب سقفها بانوراما، جرافتك فرزات شي حقهن ما فتح ورزق، واحنا عايفين اليوم والغد من الجوع يا زلمه. والله احد منتسبي الامن العام وما بدي اذكر اسمه بشوف الفيديو، امبارح حكيت معه على الماسنجر، قال لي والله يا خال ما معي اشتري شحاطه لاولادي لبنتي، وساكتين وصابرين وعاضين على الجروح وقايلين يا حملة الله وبدنا بكره وبدنا وطن، بس لا تستفزنا يا رجال. زلمه لا تستفزونا يا زلمه. شلون اللي حرروها ثوار الشمال؟ احنا شو كنا نسوي العاد يا زلمه؟ انا كنت يا زلمه وين كنت من 14؟ انا كنت قاعد، انا ما بدي اسولف غيري خيو، ما بدي اسولف عن حالي، أنا كنت هامل. يا زلمة قوافل هالشهداء هاي وين كانت يا رجال؟ يا زلمة أحياء حمص وين كانت؟ يا زلمة الغوطتين وين كانت؟ يا زلمة حراك السويداء وين كان؟ يا زلمة حراك باقي سوريا وين كان؟ يا زلمة الجولان والقنيطرة يا زلمة وين كانوا؟ يا زلمة دمشق العاصمة وين كانت؟ يا زلمة شلون أنت تفرز الثورة ونتائج الثورة؟ يا زلمة أعتقد إنه الثورة السورية الآن بدها حرس ثوري سوري، شكله حرس ثوري سوري يحمي مكتسبات الثورة من هيك عبث ومن هيك ثرثرة. شو اللي حرروها؟ مع احترامي للشمال السوري وإدلب بالذات تحديدا، عشان ما حدا يزاود علي ويتصيد بمي عكرة ولا بمي غير عكرة. أنا بال2015 ما كانت تعرف إدلب بعدها، وما كانت متردد صداها مثل ما تردد بعد 2018. بال2015 سميت بنتي تفتناز ماهر الزعبي على اسم إحدى مدن إدلب بالشمال، لا حدا يزاود علي. أنا ردا على كلام محمد صالح وزير الثقافة الذي همش ثورتنا وقولبها بقالبه الخاص، وطالع لي بتجعص بعينك يا زلمة، فكر لي حالك لويس دافيد. شو الثوار الشمال؟ إحنا وين كنا العاد؟ ليش بتسخفنا لهالدرجة هاي بتميعنا؟ وين كنا احنا لما مين اللي اطلق شرارتها بالاساس؟ نرجع لحديث البدايات. لولا درعا ولولا جامعها العمري ولولا درعا البلد التي مسحت درعا البلد، مسحت الشيخ مسكين، مسحت داعل، مسحت الحراك، مسحت الكرك الشرقي، مسحت بصرة الشام اللي زارها الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل راينا السياسي وفي سبيل احقاق الحق. وعندما نجحت الثوره السوريه نجحت من بواب الدرعا، شاء من شاء وابى من ابى. جاي تزاود لي علينا من شان الله، ترى واصل المشتهى لهون وصلت يا سيادة أحمد الشرع. معالي محمد الصالح صار خطر يا أخي. يا زلمة قاعد تتحور جيناته لكاركتر شبيه بعاطف نجيب. يا زلمة بدور على الكلمة اللي بتمغث البال بقولها، مش هيك يا رجال. وعلى الرغم من هالشيء درعا ما زالت حوامل الوطن، ودرعا درع الوطن، شاء من شاء وأبى من أبى. وما زالت درعا لسوريا، وما زالت سوريا لدرعا ولحوران، ومن مثل حوران ومن مثل درعا. بذكر ب18 آذار قبل 4 شهور طلعنا عتبانين على الدولة قبل 4 شهور وقت تاريخ الثورة يعني.
احنا ابناء حوران قلنا له يا عالي المقام يا زلمه خلص الرخه 18/3، يا زلمه اذا الرادود الشيعي من ايران قال جدح من درع الشرر، يا زلمه الثورات تؤرخ بالدم يا بلحظه سقوط الدم. مع احترامي ووافر احترامي لمظاهره الايمريه، ما بعرف شو اسمها اللي طلعوا بعد ربع ساعه تحولت لهتافات تأييد للنظام السوري، مع احترامنا لهم اللي يجوا 15/3، بس الثورات تؤرخ بالدم يا زلمه. بال 2011 12 13 14 سقط في درعا لوحدها 71,000 شهيد يا رجال. قلنا لك يا سيادة أحمد الشرعي يا زلمة خلاص اعتبر لنا 18 آذار تاريخ ثورتنا لأنها تعني لنا ما لا تعني لغيرنا. احنا الحوارنا لا بدنا مصاري، زي ما احنا بدنا مصاري، احنا بدنا يا زلمة بدنا يأرخنا التاريخ يخلدنا، واحنا تخلدنا، لكن بدنا نتخلد رسميا بسجلات الدولة الحديثة. خلينا 18 آذار تاريخ الثورة. بزعل حد شيء لما نقول له حط لنا 18,000، أرخلنا ثورتنا يا أخي، رجع لنا ثورتنا تاريخ ثورتنا. وللآن لم يحسم، يعني وللآن السيد الشرع لم يحسم، ما قال 18,000 تاريخ الثورة. هون بدي أتكلم شوي عن نساء حوران. يعني أمي الله يرحمها يا رب لم تكن يعني من الطبقة المخملية، ولم تحتك يعني بطبقة النبلاء، ولم يعني تحاكي أو يعني تماشي صرعات الموضة والمكياج، ولم تكن تهتم بوضع تلك المساحيق على وجهها التي تحميها من الشمس قبل توجهها لموسم الحصاد، ولم تكن من رواد الصالونات لا الأدبية ولا الثقافية ولا. كان الوطن بالنسبة لأمي يعني ألا تنفذ بطيخة المازوت في نهار كانوني بارد، وكان الوطن بالنسبة لأمي ألا يخونها الوطن نفسه أثناء التحضير لمونة المقدوس. لم يكن الصفحة الأولى من جرائد الوطن، لم تكن الصفحة الأولى من جرائد الوطن تعني لأمي أي هاجس. والله يرحمها يعني برمضان 2004 كان عمري 21 سنة، قالت لي يما بدي أروح عمرة، قلت لها جعل ما حدا راح عمرة بعد شيء يما. راحت عمرة وعملت عمرة إلها وعملت عمرة لحبيبها أبوي الله يرحمه، وب19/11/2004 سقطت في صحن الطواف وماتت الله يرحمها. المغسلة اللي غسلتها لقت إصبعها معقود على التسبيح سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أمية لفحت الشمس زنودها، ربتنا على الوطن وعلى حب الوطن وعلى الغيرة على الوطن، وعلمتنا متى وأين وكيف ندافع عن وطن. المغسلة حطت بلاستر لزيق على إصبعها، قالت لي معقود على التسبيح بدي نزله معها شاهد في قبر. بدي استذكر عائشة خليف المسالمة اللي توفت قبل 3 أيام، أمي بعهد الله عائشة خليف مسالمة، أم الصحفي السوري سامر مسالمة المتميز، توفت قبل 3 أيام إثر إصابتها إثر إصابة حرب قديمة. ما زالت شظايا أبناء الزنا، ما زالت شظاياهم تسري في جسدها حتى توفت قبل 2-3 أمنا سامر مسالمة الله يرحمها. والعمر إلكم يا سامر، وهي أمي قبل أن تكون أمه. بدي أحكي عن خنساء الشيخ مسكين، بدي أحكي عن خنساء حوران حسن الحريري التي فقدت ضمن محيطها 32 شاب. بدي أحكي عن أم خلدون الزعبي في طفس التي فقدت 7 شباب وما زالت واقفة كالسنديان طولا. سيدات حوران الأفاضل ولا يتسع المجال لذكر البقية. بدي أحكي عن الدكتورة جمان أبازيد. دكتورة جمان أبازيد قدمت للثورة السورية ما لم يقدمه الائتلاف السياسي اللي قضاها حاط العلم التركي بمكاتبه بإسطنبول. والله قدمت ما لا يقدمه الائتلاف السياسي. يا سيد محمد الصالح، بما أنك أنت بتسولف إنه الثوار الحقيقيين هم ثوار الشمال، مع احترامي للثوار الحقيقيين بالشمال، مع احترامي لثوار الشمال، ومع احترامي لتضحيتهم، ومع احترامي للحظات تهجيرهم القاسية من باقي محافظات الوطن السوري باتجاه إدلب، ومع وافر حبي لإدلب التي احتضنت الثورة السورية كأم رؤوم، لكن أنت تصريحاتك لا تريد بها الله، وأني وأنت فهمانين على بعض شو بدك. السيد محمد الصالح وزير الثقافة يعني بسنين الثورة الأولى صارت ببصر الحرير، بصر الحرير عمود حوران، صارت فيها معركة من أمهات المعارك. تقاطرت الميليشيات من خارج الحدود وأتت إلى بصر الحرير في معركة الأفغان. اسمها فوتوا على اليوتيوب واكتبوا بصر الحرير معركة الأفغان. سطر شباب بصر الحرير ما لا يمكن وصفه، ودحروهم دق خشوم يا زلمة، إذا ما دق خشوم. وطلع أبو صدام الحريري قال وقتها قصيدة بهاي المعركة تحديدا، قصيدة رائعة يعني مفرداتها صعبة جدا. قال الحرب درهم سوقها ما نوخت معشوقها، هبت تزاحم يا هلي وتشال عني بروقها، تهتانها زاع ورعد قصف المدافع ما برد، وجبودنا تغلي غلية بس خضارع عروقها، جيشا غزانا ما نجا معزاف لو حوش اللجا، ذبحه كما ذبح الطلي شبع الوحش بشقوقها، مستردفين الراجمة والموقدة متساجمة حوران يا العد الملي لا ما تضيع حقوقها. قصيدة مرعبة، ما بعرف إذا محمد صالح بيعرف شو مفردات. لما قيلت هذه القصيدة ولما قلنا فيها جيش الغزانا ما نجا
معزاف لوحوش علجة. بهذاك التاريخ كان وزير ثقافتنا محمد الصالح يركض في الديوان الأمير القطري خلف أمراء قطر مشان يعطوه مدة وفاة عطية يعني، وهذا الفيديو شوفوه أنا ما بكذب، صح يا وزير ثقافتنا؟ بنهاية القصيدة، هاي قصيدة صدام الحريري الرائعة الحماسية التي أتت من عمق الإعلام العسكري، بنهاية هاي القصيدة تغنى بأبناء بلده، بأبناء بصر الحرير بالحريرية اللي على الراس. ونعم شو قال أبو صدام الحريري؟ قال لا صار ما ناخ الجمل والريح ما هز الجبل، يا حفادة بن طالب علي متلاعج زيعوقها. انت يا وزير ثقافتنا شايف هذول؟ بدي اجيب جيم، عرفت الجيم العقيدة تبعت النسوان وانت في نصهن. اذا بتعرف يا وزير ثقافتنا شو معنى متلاعج زيعوقها، متلاعج زيعوقها لا تروح على جوجل تترك الفيديو، لا تروح ما بتعرف تفسرها. هاي بده يكون عندك بنك من اعراف البداوة المتأصلة، بده يكون عندك بالمضافة على الاقل 3 مهباشات والبشعة، عرفت البشعة؟ تعرف شو هي البشعة؟ والمحماس والقهوة وقيم الأصالة. هاي يعني بده يكون عندك مخزون قوي قوي قوي. هو عندك مخزون أصالة والنعم فيك، بس بده يكون عندك مخزون يمتد لمئات السنين. تعرف شو معنى متلاعج زيعوقها. فلذلك أنا أقسم بالله العظيم أساءني ما أساءني يعني تصريحات محمد صالح، وأكرر لقيادتنا السياسية الحكيمة ولا رأس هرمها السيد أحمد الشرعي إلا درع يا خا بالله عليك يا زلمة، ويعزل يا زلمة وزير الثقافة، أجيب لك وزير ثقافة ثاني. وين يعني شو هالحقيبة السيادية المهمة يا زلمة؟ مقضي لي إياها بيغمز لي بعيونه، ساعة منلاقي مع المرسومي، ساعة منلاقي مع غير المرسومي، بروح بدور على أباطرة الفلول على الصف الأول. يعني أنت بعت لي إياه مثلا، يعني أنت عبارة عن تزاوج ما بين السلطة والمافيا. شو بتسولفوا؟ شو بتسووا قاعدين يا جماعة الخير؟ فأرجوك يا سيد أحمد الشرع، أرجوك يا أما بتعيد تأهيل أركان حكومتك ووزرائك بالذات وزير الثقافة، وعلى سيرة أركان حكومتك يا زلمة لا عاشت بعدك ظلم يا رائد الصالح اللي هو وزير الكوارث، يعني الذي قدم ما قدم من رجولة في مكافحة حرائق الساحل. هذا الوزير اللي بنرفعه فوق عيوننا نفتخر فيه أمام الوطن العربي، صورته وهو جنبي بنكية الشارع متعب بقميص من البالة كأنه جايبه، قميص ممزق وهو على رأس عمل وزير يا رجال، وزير. هذا رائد الصالح ما نفتخر فيه، هذا الذي أطفأ حراق الوطن. ومحمد الصالح نفس الكينيا، رائد ومحمد مش عارف هاي بالحكومة ليش موجودة. أمجد بدر وزير الزراعة، معالي أمجد بدر، ومعالي يعرب بدر وزير النقل، محمد الصالح وزير الثقافة، ورائد الصالح وزير الكوارث. تحية يا أخا من عمق من فسط حوران قراته الحلب يا معالي وزير الكوارث، والله لا عاشت بعدك ظلم يا أخا. وختاما كي لا تطول الفكرة الفكرة يا سيد أحمد الشرع للمرة 15 قاعد بفت برا الصحن وزير ثقافتنا، والباقي يعني أضعه بين يديكم. السلام عليكم.